عليكم ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حلقه جديده ان شاء الله باذن الله قويه جدا جدا جدا. ما تفوتهاش وما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير عشان ما تفوتكش حاجات مهمه هتساعدك في الصحه النفسيه والسلام النفسي. هتكلم النهارده عن حلقه مهمه جدا عن لما انت بتتعرض للاذى او للظلم او ان الناس بتقدر الناس ان هي ممكن تأذيك في حاجة معينة. ازاي تتخطى انت المشاعر ديت اللي انت الحاجات اللي انت بتعرضها من الناس دول، بل ان انت تستفيد. تعال الاول اقولك على حاجة قاعدة كده، خدها كده حاجة في حياتك، ان مفيش حاجة بتحصل لك الا لما تكون هي حاجة كويسة ليك وفرصة ان انت تتعلم او ان انت تتطور. هتقولي ازاي؟ يعني ايه؟ يعني انا لما اتصدمت في صاحبي اللي انا كنت فاكره صديق عمري ده خير، هقول لك اه. يعني انا اتصدمت في خطيبتي اللي كنت بعمل لها كذا وكذا، ده خير اه. طب انا اتصدمت في قرايبي اللي ياما عملت لهم ومش عارف ايه، دي كذا اه خير تمام. ليه؟ لان انت لما انت بتمر بتحدي، مش هنقول مشكلة او تحدي ما، التحدي دوت هو بيبقى حصل لك مش عشان تكتئب وتحزن، لا عشان تتطور وتتزكى وتكون افضل. نرجع بقى للكلام لموضوعنا النهارده. لما الإنسان بيتعرض لأذى من اللي حواليه أو ظلم أو عدم تقدير أو أي حاجة من الحاجات دي، مهما كانت الحاجة اللي الإنسان بيتعرض لها، إحنا في السيكولوجي أو علم النفس عندنا دايرتين. في الدايرة الأولانية اسمها دايرة القلق والأحزان، وفي الدايرة التانية اسمها دايرة التأثير. دايرة القلق والأحزان دي لما الإنسان بيتعرض لأذى ممكن يدخلها، اللي هي دايرة القلق دي، اللي هي إيه؟ اللي هي إنه يحزن، يقلق، يكتئب، تبقى مشاعره سلبية، يبقى حاسس إن موده مش كويس، إنه ملوش نفس لأي حاجة، يخلي موده مش كويس. في دايرة تانية بقى اسمها دايرة التأثير، إن أنا هتعلم من الموقف ده، إن أنا هطور من نفسي، إن أنا هطور من شخصيتي، إن أنا هبقى أفضل، إن أنا مشاعري هتبقى أفضل، إن أنا هتقبل الموضوع ده وهتخطاه. انت بتختار، فانت عليك ما تختارش الدايرة الاولانية اللي هي دايرة القلق وتختار الدايرة التانية اللي هي دايرة التأثير. ازاي ده يحصل؟ رقم واحد ان انت تتقبل الحاجة اللي بتحصل لك، تتقبل ان انت صاحبك اللي انت فاكره اخوك وكده طلع اي كلام، تتقبل ان انت خطيبتك ما كانتش كويسة معاك، تتقبل ان انت اتصدمت في قرايبك